طب يا جماعة تعالوا دلوقتي اوريكم حاجة جميلة قوي. طبعا نزلت لكم فيديو عن الزغلول اللي انا كنت جايبه لحم، كنت جايب له صباطش صغير خالص. ودلوقتي يا جماعة هنعرفكم هنأكله ايه واللبة بتاعه ايه، وهنعرفكم هنأكله ازاي وطريقة تأكيل اليدوي ازاي وهنوريه لكم. ودلوقتي كبر شوية وبدأ يريش، بدأ يطلع له ريش بتاعه ابيض. وهوريكم دلوقتي كل حاجة يا جماعة. والزغلول اهوت، الزغلول اهو يا جماعة. الزغلول ده يا جماعة احنا كنا جايبينه، والله العظيم كان بيموت، والله العظيم والله العظيم والله العظيم كمان مرة كان بيموت. الزغلول ده احنا كنا جايبينه من عيشة ابن عمتي. طلعت قال لي الزغلول ده عندي بيموت خالص واهلي مش راضيين يقعدوا عليه. قلت له خلاص هاته وانا هظبطهولك، مش هيموت ان شاء الله. وانا جبته منه ودفيته وهعرفكم الطريق بيتدفى ازاي دلوقتي، وعملت له ايه عشان ما يموتش ولا يحصل له اي حاجه، وزي ما هو كده الصحه. وهوريكم تاكيل اليدوي ازاي، واحنا بناكله ايه وايه الطريقه وناكله ازاي، كل حاجه يا جماعه. فخليكم معانا اعرفكم كل حاجه دلوقتي، ونعرفكم احنا اكلنا ايه وعملنا فيه ايه كل حاجه. خليكم معانا. تاكيل اليدوي اهوت ده بعد ما انطحن. لازم ينطحن يا جماعه، انطحن جامد قوي عشان يمشي السرنجه. هنعرفكم دلوقتي ايه هو إيه الاكل ده. بيبقى يا جماعه عدس، رز، بقسماط، فول صويا، ذرة اصفر، ذرة عويجة، بس كده يا جماعه. يبقى كده بس. وينطحن جامد يا جماعه، ينطحن جامد قوي يعني. خليه بودره خالص عشان يمشي في السرنجه وتعرف تاكل بيه الفرد. انا هعرفكم دلوقتي وهنأكل الفرد قدامكم وهنعرف كل حاجه. خليكم معانا هنعرف كل حاجه دلوقتي. الزغلول اهو يا جماعه، الزغلول اهو، واللبه اهو، اللبه اهو. يا جماعه الزغلول الزغلول كده لازم يكون السرنجة فوق لسانه مش تحت لسانه. خلي بالك يا جماعة لا تديله هوا، خلي بالك لا تديله هوا. انت بتسحب السرنجة خلي بالك لا تديله هوا. زي ما انت شايف اهو. هو اصلا يا جماعه بيفتح له، هو اصلا بيفتح لي بقه، هو يعني هو ذات نفسه اصلا بيفتح لي بقه لوحده. فخليكم معانا بقى، احنا كده خلصنا. خليكم معانا يا جماعه، نكون خلصنا الفيديو خالص. وانا زي ما قلت لك يا جماعه السرنجه تبقى فوق لسان الزغلول عشان ما يحصلوش اي حاجه ولا يتعور ولا يحصل له حاجه. وخلي بالك وانت بتسحب بالسرنجه من الكوبايه اللي انت هتعمل فيها او ايا كان اللي انت هتعمل فيه الخلطه، خلي بالك
لا تسحب هوا وتديله هوا، ممكن حصلته تتنفخ هوا بس مش اكل، فانت تبقى انت شايفها اللي هي اكل بس لا هي هوا. ممكن كده يحصل له حاجه يا جماعه، وممكن الزغلول يحصل له حاجه وينضر جامد، فخلي بالك من كده يا جماعه. دي حاجه لازم تخلي بالك منها، تخلي بالك من السرنجه وانت بتشد الاول. فكده يا جماعه نكون خلصنا معاكم الفيديو، وانتظروا بقى الزغلول لما يكبر حبه بحبه، وهناخده على كتفنا وعلى دماغنا، وبصوا هتبقى حاجات حلوه قوي يا جماعه، وهنلعب بيه وهننزل بيه الشارع وهنناديله هيجي على لينا. بس يا جماعه اهم حاجه تشوفوا له اسم وتكتبوا له اسم في الكومنتات، اكتبوا له اسم في الكومنتات يا جماعه، سموه له، لاني انا لحد دلوقتي ما سميتوش اي حاجه، فانا عايز اسمي له اسم من دلوقتي. خلاص كده يا جماعه، ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك ومفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واي استفسار يا جماعه، اي حاجه، اي فرد حام عندك يكون تعبان ولا اي حاجه، ولا توز اي استفسار، تكتب لي في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليك على طول. يلا سلام.